هو ده اللي الداخليه بتعمله، بتلم. خش مكانك. الكلام اللي بقوله دلوقتي بقوله لجيل الالفينات وانتوا جايين عليا كده فيما فوق. اللي بتعمله دلوقتي وزاره الداخليه في مصر طفره نوعيه وتغيير جذري في مستقبلكم، تغيير جذري في تفكيركم، تغيير جذري ما حدش غيرها قدر يعمله في الفتره الحاليه، ان هو يوضح ليك الدنيا ماشيه ازاي. وزاره الداخليه دلوقتي اللي بتعمله ان هي من الاخر لمت الزباله اللي كانت داخله البيوت، لمت الزباله اللي كانت في الشوارع، لمت الافكار السيئه اللي كانت متوغله جوه تفكيرك وشالتهم دخلتهم في مكانهم الطبيعي. هو ده اللي وزاره الداخليه بتعمله. دورنا احنا ايه بقى؟ ايه دورك انت بقى دلوقتي كواحد الفيني فيما طالع؟ دورك انت ايه بقى كشاب؟ من كل فكره الناس دي بتجيب الفلوس دي ازاي؟ وانا تعب نفسي في تعليم وفي دراسه وفي سهر امتحانات وفي دروس، ابويا شهيان وتعبان عليا. الناس دي في الاخر كده عايشه في الساحل وعايشه في العربيات ورايحين ومسافرين وفلوس وايفونات. حبيبي مش احنا دول، دي مش مصر. شهادتك اهم مليون مره من اي زباله من اللي انت بتشوفهم دول. اديك شفت النتائج عامله ازاي. وزاره الداخليه بتعمل عظمه، اقسم بالله العظيم. الف شكر، الف شكر على اللي انتوا بتعملوه. احنا شايفين حاجات ما كناش متخيلين ان هي ممكن في الايام تحصل. بفضل الله بتحصل في مصر وما شفناهاش بتحصل في اي مكان تاني، مع الرغم ان في زباله في كل دوله، سواء دول عربيه اجنبيه دول ايا كان، في مشاكل وفي بلاوي اكتر من كده بتحصل هناك. اللي بيحصل عندنا حاجه انا بصراحه مش متخيل كرم ربنا سبحانه وتعالى عليكم عامل ازاي. ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى عليك. بيقول لك الشهاده اهم. المقوله اللي كانت بتتقال اقول لك الشهاده تحطها فين دلوقتي؟ ايه يا باشا انا اللي اقول لك الشهاده تحطها فين دلوقتي. الشهاده تتشرف بيها قدام ابوك وقدام امك وقدام اهلك. الشهاده تتشرف بيها لما تروح تقدم بيها في شركه ولا تروح تقدم بيها في شغل وتتقبل فيه وتبقى ناجح فيه. الشهاده تتشرف بيها لما تروح تتقدم لواحده وتقول لها انا جاي شهادتي 1 2 3 وتعليمي وادبي واخلاقي وتربيتي وابويا وامي ودنيتي. هو ده مكان الشهاده. حتى لو ما عندكش شهاده عاليه، شهادتك في الحياه قدام ربنا اهم من الشهاده التعليميه. اوعى تفكر ان الحياه كلها ورقه وقلم، اوعى تفكر الحياه كلها بكالوريوس وليسانس وثانويه. الكلام عند ربنا مختلف، الموازين بتاعته عن كل اللي احنا بنقوله ده. الشهاده عند ربنا ايه؟ الشهاده عند ربنا اخلاق، الشهاده عند ربنا قيم، الشهاده عند ربنا ادب، الشهاده عند ربنا امر بمعروف ونهي عن منكر، الشهاده عند ربنا حسن التعامل مع جيرانك، حسن التعامل مع اصحابك، حسن التعامل مع زمايلك. الشهاده عند ربنا القيم اللي اتربت جوه منك، سواء شهادتك شهاده علميه عاليه او اقل. لو انت مش متعلم، الداخليه شغاله في كل الدوله دلوقتي على قدم وساق بتعمل حاجات غريبه بتحصل. الفيديو اتشاف الصبح بالليل يكون اتمسك اللي فيه خلصان. في طنطا مثلا انا بتكلم على اللي احنا برضه بنشوفه قدامنا احنا، طنطا شغالين على ابوه ما بيحلوش. بنشوف فيديوهات في القاهره وبنشوف تصريحات في القاهره وفي اسكندريه وفي المنصوره وفي الدهليه وفي الصعيد وفي السويس وفي بنشوف، شايفين طفره بتحصل، شايفين نقله نوعيه بتحصل. فدورنا احنا ايه بقى؟ انك تكون ايجابي، تكون بتقدر اللي بيحصل ده، تتقي الله شويه في البلد اللي انت عايش فيه، تتقي الله شويه في المجتمع اللي انت عايش فيه. بتشوف غلط ما تسكتش عليه، شفت مشكله بلغ عنها، شفت حد محتاج مساعده روح ساعده. لو انت شايف انك مش هتتاذي من المساعده دي في الوقت اللي انت بتبقى انت في الوقت اللي فيه المشكله اللي هتقدر تقيم، تلاقيش مثلا خناقه بسلاح ابيض ولا تلاقي فيه مشاجره ما بين بلطجيه وتخش على الاقل خالص من بعيد في السيف زون كده تصور الفيديو او تصور وابعت لهم. الناس ما شاء الله ما بتحلش. قلنا ان احنا نعمل ايه؟ الايجابيه بقى. اللي شغال يركز في شغله، اللي بيتعلم يركز في تعليمه، صاحب البيت رب البيت يركز مع اهل بيته، ابن احترام الاب والام بعد ربنا سبحانه وتعالى فرض واجب رقم 1 في الحياه. حياتك ماشيه ازاي؟ طاعه ربنا ابويا وامي، طاعه ربنا ابويا امي. صلاح الدنيا كلها بيبدا دلوقتي من حته ايه؟ احنا نلم الفتن. كانوا اصحاب فتنه، مش عايز اذكر اسماء حد فيهم، كل واحد ياخد نصيبه سواء في الدنيا او في الاخره. دول اصحاب فتنه، دول مش هم المصريين ولا هي دي مصر. قله الادب، وساخه، قله التربيه، ايحاءات جنسيه، ازدراء اديان، اخر قله ادب. اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان الناس دي بتتشال من وسطنا كده، بتخطفوا من وسطنا كده والداخليه بتاخدهم. هو ده اللي الداخليه بتعمله، بتلم. خش مكانك. انت مثلا كنت ظابط، انت كنت بتاعت فسيخ ولا هو ايا كانت وظيفتك، ولا يلا ادخلي. انت واحده زباله طالعه من وسط زباله، بتتعاملي باسلوب زباله مع ناس محترمين بتخش بيوتهم اجبالا. ادخلي. المجتمعات اللي احنا بنتكلم عليها دي بيطلع منها رجاله، دول اوسخ عناصر انت ممكن تشوفها في حياتك فيه. المناطق الشعبيه بيطلع منها رجاله، المناطق الشعبيه بيطلع منها رجاله فاهمه الاصول، بيطلع فيها ستات ب 100 راجل. فمش كل منطقه شعبيه هي الاشكال الوسخه دي.
مش كل الغنى بيجي بالطريقه الوسخه دي. انت ممكن تتغني بشرف، تتغني من على جبينه، تتغني بكلمه حق، تتغني بالحلال. الغنى كله مش بالاسلوب ده، واللي بيتغني بالاسلوب ده بيروح بسرعه بالمنظر اللي انت شايفه ده. متخيل ان واحد مثلا فرضا تم الافراج عنهم هيرجعوا تاني للزباله اللي كانوا بيعملوها؟ اتقرص. في حكمه صينيه بتقول ايه؟ السعيد من اتعظ بغيره، والتعيس من اتعظ بنفسه. انت ربنا بعت لك نماذج اهي كلها اتضببت واتلمت واتشالت واتحطت. افوق بقى، افوق. خلاص انا في دراستي، انا في شغلي، انا في بيتي مع المحترمين اللي حوالين مني اللي اختارهم بعنايه مين اللي يخش حياتي، واركز بقى اشوف مستقبلي، اشوف بيتي، اشوف شغلي، اشوف والدي، اشوف والدتي، اشوف اخواتي. اتعلم بقى شويه، نرجع بقى شويه فلاش باك كده للادب وللاصول وللقيم وللاخلاق وللمبادئ والحاجات الحلوه الكتيره الجميله اللي احنا نسيناها، الحاجات الحلوه الكتيره اللي احنا انطمست بسبب شويه الكلاب اللي انتشروا في المجتمع وخلوا حياتنا بالمنظر ده. اتمنى كل الدعم لكل انسان محترم بينشر الادب وبينشر الاخلاق، كل الدعم لكل انسان محترم بيشوف شغله وبيشوف واجبه وبيشوف مسؤوليات اللي عليه بينفذها، كل الدعم لكل طالب مجتهد بيطلع من بيته ويروح مدرسته، بيطلع من بيته ويروح دروسه، قاعد بيذاكر، قاعد بيجتهد. كل الدعم للناس دي، كل الدعم للمجتهد في شغله، كل الدعم للايجابي في شغله، كل الدعم لكل واحد بيجيب جنيه بالحلال، كل الدعم لكل واحد بيشوف اللي وراه منه وبيعمله وهو مطمن جوه منه ان هو راضي ربنا سبحانه وتعالى. قبل كل ده كل الدعم لوزاره الداخليه على اللي هي بتعمله. الف شكر على اللي انتوا بتعملوه، الف شكر على المجهود الجبار اللي انتوا بتعملوه، الف شكر على سرعه الاستجابه اللي انتوا بتعملوها. وده والله ما تطبيل وانتوا عارفين ده مش تطبيل، بس اللي بيحصل ايجابيه بشكل فوق الوصف. تقول لي ما هو الطبيعي ده شغلهم، يا عم هو الطبيعي هو شغلهم، بس خلاص الناس اشتغلت، الناس بتجيب، الناس بتلم، يبقى نعمل ايه؟ شكرا، كتر خيركم. فانت دورك ان انت خلاص شوف ايه اللي مطلوب منك اعمله. يا اخي لو مش هتشارك معاهم في حاجه، اللي مطلوب منك على سبيلك الشخصي سواء طالب دراسه وبيت، خلاص اعمل اللي عليك بس. في شغلك اشتغل واعمل اللي عليك وبس. رب البيت، رب عيالك وبس. بس اعمل بس اللي عليك، ما تدخلش في تفاصيل مش بتاعتك، ما تبصش في رزق حد غيرك. صفي نواياك، اسلك مع الله سبحانه وتعالى. قول يا رب انا بريء من اللي بيحصل حواليا من زباله ومن قرف ومن الفساد والوساخه وقله الادب دي. انا معاك يا رب، انا معاك يا رب. اي حاجه ثانيه ابعد. ساعد بقى الايجابيات دي شويه ونظف بقى معاهم بقى. في ناس مش متعلمه، الموضوع مش موضوع شهاده زي ما انا قلت، الشهاده عند ربنا غير كده خالص. الشهاده عند ربنا غير كده خالص. فيا ريت بالله عليكم ركزوا في اللي جاي. البلد بتنضف، المجتمع بينضف، بيتم التصفيه. فما دام انت مش قادر تصفي، ادعم بقى اللي بيصفي. خليك بقى مجتهد في شغلك، مجتهد في حياتك، وركز في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يكفينا جميعا شر الفساد والبلاوي وقله الادب، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الاختيار، يرزقنا حسن التدبير، يرزقنا حسن العمل، يرزقنا حسن الدراسه، يرزقنا الخير. بس انتوا استعينوا بالله، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مش هيضيع مجهود حد فيكم. احنا احسن من كده، البلد بتنضف، مصر فعلا جميله ان شاء الله باذن الله، وهتفضل جميله ان شاء الله بينا ان شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، سلام.